يا صباح الورد على عيونكم، يا مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوا في الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب يجعلها دخلة الهنا والسعد ايام مفترجة. طبعا ربنا يصلح حالكم يا رب ويكتب لكم الخير. طبعا انا فتحت لايف. انتوا عارفين لما يبقى فيديو مثلا عاملة فيه اكل وانا عملتها لكم قبل كده، بفتح فيه اللايف عادي. استنوني في اللايف كل يوم الصبح ان شاء الله الساعة 2، من الساعة 1 للساعة 2. تمام. المهم ان احنا كنا عملنا ايه هوريكم حالا. بس اهم حاجة قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت تصلي على الرسول، حطي لايك بتاعك الحلو والاشتراك عشان يوصلك كل جديد مني، يا ست البنات ويا ست الكل اللي بتتفرجي على الفيديو بتاعي. طبعا يا جماعة قعدت ادور في الفريزر بتاعي بقى، عايزة اعمل ايه؟ اعمل لحمة؟ لا. اعمل فراخ؟ لا. ادور على اي حاجة في الفريزر. دعبسي كده ودوري كده في الفريزر بتاعك هتلاقي حاجات مستخبية كتير. المهم لقيت كيس كده كان فيه شوية كبد على قنصتين. قلت يا بنتي يا سارة تصدقي برضو موضوع حاجة حلوة برضو نعمل شوية كبد. المهم طريقة الكبدة انا كاتبه لكم على الشاشة الطريقة بتاعتها بالظبط. عايزة اقولك كبدة الفراخ دي ممكن تعمليها بالطريقة دي احسن مليون طريقة تانية. لا جربي دي، جربي دي، ويا ريت تنقعها بالليمون قبل ما تحطيها في الفريزر، او تنقعي اي حاجه بالليمون قبل ما تحطيها في الفريزر عشان الزفاره ما تثبتش فيها. خلاص. جبت بقى طماطمايه حلوه وخيارايه كده على شويه خضار حلوين وبصلايه. لقيت نفسي مش عارفه اعمل ايه، اعمل شويه سلطه ايه ولا كده. لميت الدنيا خصوصا ان الجو سقعة سقعة سقعة، وكان نفسي اعمل في السقعة دي عدس. شوية شوربة عدس كده حلوين بقى من هم ايه لقلبك يحبهم دول. المهم ان انا عايزة اقولك ان احنا اصلا كنا مروقين المطبخ من قبلها بيوم. فطبعا احنا ايه هنعمل الكبدة وشوية السلطة الحلوين والرز هنعمله قبل ما ابو مهيد يجي. خلاص الكلام ده. كان انا فتحت لايف من الساعة 2 للساعة 3. بدأت في الاكل. وبعد كده دخلت على الصالة بقى والتظبيطات التانية. خليكم معايا للنهاية وما تجريش الفيديو واتفرجي واحدة واحدة. شوية السلطة الحلوين اللي احنا بنعملهم طبعا احنا هنخلصهم وهنركنهم على جنب في التلاجة. والكبدة بتاعتنا خلصت. اهم حاجة في الكبدة يا جماعة، اهم حاجة كبدة الفراخ بالذات، ولا تحط لها ليمون ولا تحط لها خل. بلاش يعني طبعا مش هيعجبك، مش احسن حاجة. حبيت ان انا لقيت عندي بقى شوية هريسة شطة كده في الفريزر كنت عاملاهم. حطيت عليهم شوية شطة حمرا وشوية كمون وشوية كزبرة شوية ملح شوية الخل. دلعنا بصراحة طبق سلطة كده بألوان حلوة ومحترم. ناخد بقى بقية الخضار بتاعنا الحلو ده وندخله التلاجة والسلطة كمان، ونخلص من كل حاجة. اهم حاجة ادعولي دعوة حلوة، ربنا يبعد عني الناس المؤذية. عايزة اقولك والله العظيم في ناس كتير قوي في حياتي مؤذية لدرجة بخراب البيوت، بس ربنا ان شاء الله يحفظنا ويبعد عننا اي حاجة وحشة. بصوا بقى يا جماعة، انا طبعا ما كنتش حابة ان انا اعمل الصلاة كده، بس انا لاحظت ان هي ما فيهاش حاجة. بصوا انا حتى بحاول ان انا انفض يعني اكنس السجاد قبل ما اشيله عشان الدنيا ما تتبهدلش. المكنسة الكهرباء مهيد كسرها لنا، فعادي مفيش مشكلة. خير خير وكل حاجة خير، هنصلحها وهنكمل بيها. انا طبعا كنست السجادة، هشيلها بقى يلا نحطها قدام باب الشقة. هكنس السجاد كله ما عدا سجادة واحدة مش هعرف اشيلها، السجادة اللي فيها الصالون. وطبعا يا جماعة غصب عني انا مش هعرف اشيل الازاز، ولا هعرف احرك حاجة من مكانها وانا لوحدي، خصوصا ان انا لوحدي ابو مهيد مش موجود معايا وانا لوحدي. وفتحت باب الشقة كده والبلكونات وقلت اهوي الشقة بتاعتي رغم ان الجو ساقعة، بس معلش. تعالي يلا بقى نمسك السجاد بتاعنا الحلو ده كده. انا طبعا الترابيزة كانت تقيلة عليا فحاولت ان انا اشيلها. الصالون حركت الكراسي، مهيد كان قاعد على الكرسي الصغير اللي هي الكنبة الصغيرة دي، فاقومه حالا علشان يروح يقعد على كرسي تاني. اتفقنا. يلا بقى اهم حاجة ان احنا السجادة ما يبقاش عليها حاجة خالص.
بصوا احنا بنشيلها اهو. لمينا دي سجادة هنطلعها بره. اللهم صل عليك يا نبي، بره باب الشقة خلاص. ودي كمان السجادة الصغيرة. طبعا يا جماعة كنت بوريك اهو، بصوا احنا بنكنس. طبعا يا جماعة ايه، اي حاجة عندي في الشقة حاولت ان انا ايه اشيلها بعيد عن مهيد، عشان ما فيش حاجة تيجي عليه ولا تعوره. اللي انا كنت بوريها لكم حالا دي السجادة اللي انا مش عارفة اشيلها، معلش الجيش قال لنا اتصرفوا. دي الدفاية اللي تحت الشاشة. انا كنت بكنس الحتة اللي احنا بنحط فيها الانتريه الصغير ده، اللي هو الصالونة الصغيرة اللي هو الانتيكة ده. كنسنا طبعا ما فيش اي حاجة. هتقولي لي يا سارة طب انا شقتي الحمد لله ما فيهاش حاجة، عشان انا ايدي فيها اول باول. وطبعا ام يوسف لما بتبقى موجودة بتروق عليها بصراحة، تخليهاش محتاجة حاجة. فايه يا جماعة، او لو وصلت معايا حد هنا قوليلي ايه اللي بيعجبك في المحتوى بتاعي، الروتين ولا الاكل ولا الخروجات؟ قولولي رأيكم بصراحة، وانا مش هزعل منكم، بالعكس انا بحب الاراء جدا وبحب ان انتوا تدين رأيكم. طبعا يا جماعة بصوا جينا هنا عند باب الشقة. هنحاول بقى ايه، بصوا انتوا لو تلاحظوا اصلا مفيش حاجة، وممكن بس شوية عفار مش عارفة ايه على الارض وخلاص، مفيش حاجة. كان شوزة مكان حاجة حد دخل كده، مع ان انا اصلا ما حدش بيجي عندي كتير. اهلي حتى لما بيبقوا موجودين ولا كده احنا بندخل نقعد جوه، مش بنقعد في الصالة يعني على طول. عدت الصالة ساقعة والله العظيم. بس فهنجيب بقى الجاروف الحلو بتاعنا ونلم بقى شوية الحاجات دي. ويلا بقى جهزت بقى ايه، حطيت بقى في الشرشوبة الحلوة بتاعتنا دي معطر وكولوريكس وشوية ملح وشوية خل بمية بقى سخنة، عشان نطهر الارض ما يبقاش فيها اي حاجة اهون. هنا بقى مهيد ما بيريحش، اعمل فيه ايه؟ يلا ربنا يهديه يا رب ويخليهولي ويبارك فيه ويحفظه ويبعد عنه اي حاجة وحشة ويبعد عنه الناس المؤذية. بصوا يا جماعة اهون. انا بقى ايه، انا بلمع الارضية، بس الاستاذ مهيد مش مديني فرصة، معلش مهيد برضو هنعمل ايه. لا اله الا الله. لو لسه ما عملتش اشتراك في القناة يا ريت تشتركي في القناة بتاعتنا عشان ما يفوتكيش حاجة. يلا اللي ما عملش اشتراك في القناة يعمل اشتراك، حط اللايك بتاعك الحلو ويا ريت يا ريت يعني لو سمحت يعني دعوة حلوة منكم في الكومنتات، وتقولولي بتحبوا المحتوى بتاعي يبقى فيه ايه. طبعا خلاص الارض نشفت، حطينا بقى السجاد كده زي ما انتم شايفين، وضبنا قدام باب الشقة وهرجعنا كل حاجة مكانها زي الاول. وزقيت السفرة شوية عشان ايه، لو عايزة اعدي من البلكونة ولا حاجة تبقى كل حاجة تمام. بصوا هتقولوا لي يا ساره انتي ما عملتيش الجنب اللي هناك، يا جماعه والله العظيم مش هعرف اشيلها، بصوا مش هعرف غصب عني. فانا على قد ما اقدر كده عملت قدام باب الشقه ولميت حاجتي وخلصنا. يلا اشوفوا الشوكه على خير، باي باي.